أعلن مدرب منتخب زامبيا عن تقليص قائمته إلى 26 لاعبا استعدادا لمواجهة مرتقبة ضد المغرب لحساب الجولة الثامنة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026. وشهدت القائمة النهائية عدة غيابات بسبب الإصابة، أبرزها مدافع الخليج البحريني فرانكي موسوندا. وأكد الاتحاد الزامبي أن جميع اللاعبين 26 متبقيين قد التحقوا بالمعسكر في انتظار تقليص القائمة إلى 24 لاعبا قبيل يوم المباراة. يشار أن المباراة ستجرى يوم الاثنين المقبل في تمام الساعة الثانية بعد الزوال بزامبيا. أكد نائل العناوي لاعب المنتخب المغربي أنه لم يجد صعوبة في التأقلم مع العناصر الوطنية، مشيرا إلى رغبته في إسعاد الشعب المغربي. وقال العناوي في تصريحات: الجميع سهل علي عمل التأقلم، لذلك أنا سعيد للغاية. وأما إذا كان الانتقال إلى روما بمثابة دافع للانضمام للمنتخب المغربي، علق قائلا: بالطبع لا، أعتقد أن الأمرين مختلفين تماما. الأمر يتعلق باختياراتي سواء مع النادي أو المنتخب. وبخصوص اللعب في مركب مولي عبد الله بالرباط، أوضح العناوي: لقد أتيحت لنا فرصة لاكتشافه، إنه شيء لا يصدق وشيء رائع فعلا. سنحاول إن شاء الله أن نقدم أفضل ما لدينا لإسعاد الشعب المغربي. أعرب الدولي المغربي إبراهيم دياز نجم ريال مدريد الإسباني عن السعادة الكبيرة بلقاء أحد رموز كرة القدم المغربية الدولي السابق محمد التيمومي، وذلك خلال حفل تكريمي نظم لفائدة قدماء اللاعبين الدوليين المنتمين لجهة الرباط صالة القنيطرة. وفي تدوين لها على حسابه الرسمي على موقع انستغرام، قال دياز: كان من دواعي فخر التعرف على أسطورة محمد تيمومي وارتداء القميص رقم 10 الذي لطالما ارتبط باسمها. ونظمت الجامعة المغربية لكرة القدم يوم أمس حفل استقبال على شرف ثلة من لاعبي المنتخب المغربي السابقين المنتمين لعصبة الرباط صالة القنيطرة، وذلك على هامش المباراة التي ستجمع المنتخب المغربي بالنيجر برسم تصفية كأس العالم في افتتاح ملعب الأمير مولي عبد الله بالرباط بحلته الجديدة. فنادى إدريس عيد الحاج والد اللاعب المغربي أنور عيد الحاج متوسط ميدان نادي سانكالواز البلجيكي الأخبار الأخيرة التي أشارت إلى رفض ابنه تمثيل المغرب على الصعيد الدولي، مشددا على أنه مغربي وينتظر بشغف كبير الفرصة ضمن كتيبة الأسود. وقال والد عيد الحاج في تصريح: أنور مغربي ويعشق بلده الأم رغم أنه ولد وعاش في بلجيكا. لقد كان قريبا من تمثيل المغرب في دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة في باريس، لكن بعض الأمور الإدارية حالت دون ذلك. وأضاف: أصدقاء أنور جميعا في المنتخب الوطني المغربي على غرار بلال الخنوسي، إسماعيل الصباري، وزكريا الوحدي، وهو يتمنى أيضا أن يمثل المغرب مستقبلا. وأضاف: ننتظر دعوة الناخب الوطني وليد ركراك ليكون أنور ضمن المنتخب المغربي، والآن اللاعب تركيزه فقط على ناديه ليقدم مستوى جيد من أجل تمثيل المغرب دوليا. وختم إدريس عيد الحاج الحديث قائلا: الأخبار التي أشارت إلى رفض أنور تمثيل المغرب لا أساس لها من الصحة. ابني مغربي وسيدافع عن ألوان المنتخب المغربي إن شاء الله. وكانت صحيفة سبورت قد أشارت في وقت سابق أن اللاعب عيد الحاج صاحب الأصول المغربي اقتنع بمشروع الجامعة وفضل تمثيل بلده الأم المغرب على حساب بلجيكا، حيث قام بتغيير جنسيته الرياضية وينتظر الفرصة مستقبلا. ليشرف اللاعب أنور عيد الحاج صاحب 23 سنة خاض 46 مباراة بألوان ناديه الحالي، سجل خلال 5 أهداف وكان وراء 8 تمريرات حاسمة، كما يرتبط بعقد مع النادي يمتد لغاية 2028. وسبق للاعب عيد الحاج أن مثل المنتخبات البلجيكية في الفئات العمرية، آخرها منتخب أقل من 21 سنة، والذي ظهر بألوانه في 4 مباريات دولية قبل أن يغير الجنسية الرياضية وقرر تمثيل المغرب. أحدث رحيل بلال الخنوس وانضمامها إلى شوتغارت الألماني في اليوم الأخير من الميركاتو الصيفي ضج في أوساط ليستر سيتي الذي تعرض لوبال من الانتقادات. واعتبر المنتقدون صفقة ورحيل الخنوس خطأ فادح، ويرى أن ما قام به ليستر عندما سمح للخنوس بالرحيل على سبيل الإعارة مع إلزامية الشراء في نهاية الموسم مقابل 26 مليون يورو قرار صادم وخطأ كبير لا يمكن السكوت عنه. واستغرب المنتقدون كيف قبلت إدارة الفريق منح الخنوس عقد إعارة في وقت كان سيحصل فيه الفريق على أكثر من 35 أو 40 مليون يورو مقابل البيع، خصوصا أن عدة أندية كانت تريد مثل كريستال بالاس وليدز يونايتد. واعتبر المنتقدون أن المفاوضين في ليستر سيتي لم يستغلوا التفاوض مع الأندية التي كانت تريد الخنوس لصالحهم، وأدركهم ضيق الوقت الذي فرض عليهم قبول عرض شوتغارت في اليوم الأخير من الميركاتو، وهو ما يعني في نظر المنتقدين والجماهير أن إدارة ليستر لديها بعد نظر ولا تملك رؤية صائبة للأمور. فشلت مفاوضات الفيولا بشأن الثنائي المغربي عبد الحميد الصابري وأمير تشارسون في اليوم الأخير الذي أغلق فيه الانتقالات الصيفية. وأكدت صحيفة لا نازيوني أن الفيولا حاول بعقد اللاعبين المغربيين، لكن وجهة لم تعجب أي من اللاعبين، لهذا السبب لم يستطع اللاعب أن يغادر النادي.
ومن جهته تؤكد صحيفة فلورنسا أن جهود الفيولا متواصلة حاليا لإيجاد فريق لكل منهما في الأسواق التي لا تزال مفتوحة، ويمكن لأي من اللاعبين أن يغادر خلال الأيام القليلة القادمة إما ببيع عقده أو على سبيل الإعارة، خصوصا أن المدرب ستيفانو بيولي لا يريد أي منهما في التشكيلة رغم أنهما لا يزالان على لائحة الفريق التي ستخوض مباريات الموسم الجديد. وتشير الصحيفة إلى أن احتمال رؤية صابيرا وريتشاردسون بقميص فريق آخر غير الفيولا لم يتلاشى تماما بعد. وإذا كان سوق الانتقالات بالنسبة للأندية الإيطالية قد أغلق، فهذا لا يعني أنه لا يمكن للفريق بيع لاعبيه في الأسواق التي لا تزال مفتوحة مثل بلجيكا، سويسرا، السعودية، اليونان، تركيا وقطر، ويمكن لأي من هذه الأسواق أن تكون الوجهة القادمة. دافع عادل هرماش لاعب المنتخب المغربي السابق عن الناخب الوطني وليد الركراكي مبديا الأمل في استعادة حكيم زياش لكامل مستواه من أجل مساعدة الأسود في قديم استحقاقاته. وقال هرماش في تصريحات لأفريكا فوت: سنتخذ فرنسا كمثال، إنها إحدى أفضل الدول إن لم تكن الأفضل في العالم، لطالما تعرض المدرب ديدي ديشون للانتقادات. وأضاف: لاعب بدون كريم بنزيما رغم أنه كان من أفضل لاعبي العالم ومع ذلك فاز بكل شيء. يجب أن نبقى معتدلين في انتقاداتنا، ولكن يجب علينا أيضا قياس التقدم الذي أحرزناه ومعرفة الهدف. المغرب يملك هوية حقيقية في لاعبيه، وقد أظهر ذلك خلال كأس العالم الأخيرة. استطاعوا سلب الكرة من الخصوم ولكنهم تمكنوا أيضا من خوض حرب، وهو أمر لم يكن لدى الأجيال السابقة. بعد ذلك جاءت الانتقادات الموجهة للركراكي: لو كان بطل العالم لتعرض هو الآخر انتقادات. وبخصوص غياب زياش أضاف قائلا: لا أعرف تفاصيل هذه القضية، فأنا لست ملما بكل شيء. نتحدث الآن عن حكيم زياش، نجم كبير في المغرب، ولا أرى من يستطيع الاستغناء عن زياش في قمة مستواه. وختم: لا أتحدث فقط عن المنتخبات الإفريقية، حكيم زياش بكامل لياقته البدنية مرشح قوي لأي منتخب وطني في العالم. أتمنى له ولنا أن يعود إلى أفضل حالته وأن يساعدنا، إنه لاعب من الطراز الرفيع والعالمي. رحب سفير النيجر بالمغرب عبد الله كيطا ببعثة منتخب بلاده المتواجدة في المغرب لمواجهة الأسود برسم الجولة السابعة من تصفيات كأس العالم، مؤكدا أن لاعبي النيجر سيدخلون التاريخ بخوضهم المباراة على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط. وقال في حديث على هامش زيارة إلى مقر إقامة منتخب النيجر: نرحب بكم على الأرض المغربية، أنتم في بلد صديق كبير للنيجر، أنتم في بيتكم هنا بالمغرب. وأضاف: لقد تم وضعكم في أفضل الظروف، ونتمنى لكم إقامة طيبة وخاصة مباراة جيدة. أعتقد أنكم ستدخلون التاريخ لأنكم ستفتتحون أحد أجمل الملاعب ليس فقط في المغرب ولكن في إفريقيا. وأكد أن السفارة ستتابع المباراة وتدعم اللاعبين قائلا: سوف نتابعكم وسندعمكم، والأفضل هو من سيفوز. إشارة: فالمباراة ستجرى اليوم على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط انطلاقا من الساعة 8 مساء.